هاي ستارز، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا في النهارده في فيديو اللوكات زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، وكملوا معانا. اول حاجه هعرفكم الهدوم اللي لازم تكون موجوده معاكم. تعالوا يلا بينا. طبعا انا جايب البيجامه عشان ما اكونش لابسه ولا ستايل جديد وانا موجوده معاكم، فهنبدا بالبيجامه. اول حاجه اكترية الستايلات هتبقى موجوده معانا من الجيفت دي، فانتوا تقدروا تروحوا تفتحوهم وتعملوا منهم ستايلات تجنن. وطبعا هناخد كل الهدوم الشتوي اللي في المحل الكيوت واللي في المحل اللي هو اللي جنبه. طيب هنبدأ تدريجيا بالستايلات المعروفة شوية، وبعد كده هنخش اللي على اللي مش معروف قوي، بس صدقوني كلهم يجننوا. طيب ده اول ستايل معانا، ونقدر نستبدل الكاب والشوز بالسماعة دي والشوز ده. وطبعا كل القطع الموجودة هتلاقوها في المحل اللي جنب المحل الكيوت، والشوز اللي انا لابساه حاليا هتلاقوه في محل الشوزات. نقدر كمان نستبدل الدرس الرصاصي بالدرس البينك. طيب وده اللوك رقم 2. كل القطع برضو موجودة في المحل اللي جنب المحل الكيوت، والشراب في المحل الكيوت، والسكيرت من المحل اللي جنب المحل الكيوت بس اللي هي الجوبس الصيفية، والشوز من محل الشوزات. هو نقدر نستبدل الشوز ده بالشوز اللي انا لابساه حاليا، وهو من المحل نسميه المحل البني يا جماعة، من المحل البني اللي هو المحل اللي جنب الكيوت. وهنطلق على المحل ده براون شوب. اوكي، ده اللوك التالت يا جماعة. طبعا انا بعشق الهات دي، بعشقهاش. كل القطع من براون شوب. طيب ده اللوك نمبر 4 تقريبا. طبعا هي دي ستات، يعني هي ستات جاهزة، بس انتوا تقريبا متعرفوش نلبس اي شوز او اي باج او اي سلسلة او اي قبعة كده يعني. قبل ما نكمل ما تنسوش تشتركوا في قناة نادوش ستار. فانا برضو عملت لكم ليهم استايلات، واحنا متاح لينا للوك ده شوزين، يا اما الشوز الاحمر اللي انا لابسه او الشوز ده. دي اكتر شوزين لقيتهم لايقين عليها بالنسبه لي. طبعا الشوز الاحمر من محل الشوزات، والشوز اللي انا لابساه والباج من الجيفتس بتاعت البراون شوب. طبعا انا قلت لكم تفتحوا الجفتات دي عشان هي تكون جنبكم، تعملوا منها اللوكات اللي انتوا عايزينها. وطبعا باقي القطع من البراون شوب نفسه. طيب ده اللوك نمبر 5، الباج من البراون شوب، مع كذلك السماعة والتوب والجاكيت، دول من البراون شوب. بالنسبة للبنطلون والشوز من الجفتس اللي انا قلتلكم تفتحوها. وفي الاخر اكتبوا لي اللوك المفضل اللي عندكم للحلقة دي. هتكتبوا لي الرقم بتاعه، عشان كده انا بقول لكم ارقام اللوكات. فاكتر اللوك عجبكم اكتبوا لي الرقم بتاعه في الكومنتات. وطبعا قبل ما نكمل صلوا على النبي وانزلوا حطوا لايك واشتراك عشان تنضموا لينا في عائلتنا. ده اللوك نمبر 5. طبعا هو متخني شوية بس يعني طبعا احنا عارفين اللوكات الشتا بتخن. طبعا التوب من المحل بتاع الاولاد، اللي هو التوب ده، وتقدروا تسيبوه كده من غير الجاكيت عادي. اللوك تحفة برضو يا جماعة. والجاكيت من البراون شوب، والتوكة والبوت والشنطة من باقة العربية الزرقاء. طبعا لما توفر عندنا العملات كتير مننا توفر عنده العربية دي، عشان كتير مننا اشتريناها، اللي هي الباقة دي. طبعا كلنا هننزل وهي هتلاقوها هنا قدامكم، انا جايباها من هنا. والبنطلون من الجفت بتاعت الشتا اللي نزلت لنا الشتا اللي فات. وده اللوك نمبر 6. طبعا هو كله ازرق فازرق، انا حبيت اعمل لوك كله لون واحد عشان ما حدش يفكر ان بدل البلوزه لون لازم يكون البنطلون لون، لازم يكون الشوز لون البلوزه والتوكه لون البنطلون. لا عادي، احنا نقدر نطقم براحتنا، بس تكون الالوان لايقه على بعض.
وده اللوك نمبر 6 او 7. طبعا انتوا مستغربين ان انا ملبساها البلوزه بتاعت السوت الجراي على البلوزه بتاعت السوت الاحمر. طبعا احنا نقدر نلبسها عادي ده، لكن انا حبيت اعمل تغيير. احنا ممكن نلبسها برضو البنطلون الجراي على البلوزه الحمراء عادي جدا. واحنا يا جماعه لو قعدنا وفكرنا هنعمل احلى لوكات تتخيلوها. وطبعا كل القطع من البراون شوب ما عدا الشوز من محل الشوزات. وده اللوك نمبر 7. ما زودتش اي حاجة غير الهودي والسماعة، والاتنين من البراون شوب. نقدر نشيل الهودي ده ونلبس عليه الجاكيت البني ده، وكمان نقدر نقفل سوستة الجاكيت هيبقى تحفة. وهلا باللوك نمبر 8. الهودي والتوب والسماعة من البراون شوب. طبعا انا لبست التوب بتاع السوت الجراي عشان يكون بلون الهودي بالجراي برضو، والشوز من محل الشوزات، والسكيرت من الجيفتس بتاع البراون شوب، والباج من الباقة بتاعت العربية. طبعا زي ما قلت لكم هي ايوه مش مجانية بالكامل، ولكن معظمنا كتير جدا بقى معاه الباقة دي ويقدر يعمل منها لوك. هو مش عارفة ليه كنا ناسيين المحل الكيوت، بس اهو جناله الكوفية والتيشيرت والبنطلون من المحل الكيوت، والشوز من محل الشوزات، والكاب من الجفتس بتاعت محل الاولاد. وحسيت لما شلنا الكاب بقى افضل. قبل ما نكمل صلوا على النبي وانزلوا حطوا لايك واشتراك. وده اللوك نمبر. بدلت بس البنطلون والشراب بالسكيرت والشراب ده. الشراب من المحل الكيوت والسكيرت من الجفتس. اللوك نمبر 11 كله من المحل الكيوت الا الشوز من الجفتس، وهي الجفت اللي قدامكم دي بالتحديد. نقدر نستبدل الهودي بالجاكيت ده، وهي برضو الجاكيت ده من الجفتس بتاع المحل الكيوت. طيب سوف اكتفي بهذا القدر من اللوكات في الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو ده اكتبولي في الكومنتس وانا اعمل لكم جزء تاني، عشان لسه عندي كمية لوكات في دماغي رهيبة يا جماعة. فلو عجبكم الفيديو ده اكتبولي وانا اعمل لكم احلى جزء تاني. وقبل ما تمشوا سيبوا ذكركم هنا وحطوا لايك واشتراك وصلوا على النبي وسلام.